من بعد ما جربتها بالطريقة دي تقريبا ما بعملش غيرها من سهولتها. انسي بقى انك تفصلي ورقة ورقة وكل الخطوات الكتير دي وتعالوا نعملها في خطوة واحدة بس. احلى واسرع صينية جلاش حلوة هتعمليها. كمان هقولك على مقدار الشربات المظبوط اللي يخليها مقرمشة من بره وطرية من جوه. يلا قبل ما نبتدي نصلي على الرسول في الاول ونشوف المقادير مع بعض. اول حاجه هنعملها مع بعض الشربات. هنضيف في الحله كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه. هندوب السكر في الاول بسباتيولا او اي معلقه عندك وبعد كده هنضيفه على النار. لما يبدأ يغلي اعصري نص ليمونة وربع معلقة صغيرة من الفانيليا. هنحسب من بعد الغليان بالظبط 7 دقايق مش اكتر من كده وندي تقليبة وكده يكون جاهز معانا. ما تطوليش ابدا على النار بعد الوقت اللي قلتلك عليه. هنجهز بولة وننزل بالكمية كلها ونسيبه يبرد على جنب تماما. هاتي بقى لفة جلاش كده حلوة والبلانشة والسكينة. ولا بقى هنعمل الجلاش ورقة ورقة ولا هنكشكشه ولا كل الكلام ده. هنعمله بقى بطريقة عبقرية وسهلة جدا جدا ومش هتاخد وقت. هنقطع بقى لفة الجلاش لقطع صغيرة بس يفضل ما تكونش عريضة زيادة عن اللزوم. كمان ميزة الوصفة دي لو عندك لفة جلاش قديمة في الفريزر مش عارفة تستخدميها في ايه ونشفت وبقالها فترة عندك، اعمليها في الوصفة دي وادعيلي. ابدأي كده فرطي الجلاش عن بعض ما يكونش ملزق في بعض وبعد كده جيبي صينيه ودهنيها بالسمنه كويس جدا جدا زي ما انا عامله كده. ما تبخليش عليها ابدا عشان ما يلزقش في نهايه القالب. خصوصا ان انا مش مستخدمه لا ورق زبده ولا كل الغلبه دي. بدات ان انا اوزع الجلاش بسوى الصينيه او القالب اللي انت مستخدماه. حاولي كمان ما تخليهاش عاليه زياده عن اللزوم، خليها بالسمك بتاع الجلاش اللي احنا بنعمله بالطريقه العاديه عشان ما يكونش القلب معجن من جوه. زي ما هتشوفوا كده في نهايه الفيديو بتكون خطيره. ساوي بقى كده بايدك لكن ما تضغطيش قوي. يا دوبك بس تساوي كده على خفيف. هنجيب بقى بوله ونعمل التشريبه. هننزل بكوبايه من الحليب الدافي وبيضه، فانيليا، ربع معلقه صغيره ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبي لحد لما البيض يختفي وبعد كده هنجيب ربع كوبايه من السمنه المذابه على ربع كوبايه من الزيت. ما بحبش اضيف كله سمنه عشان ما تكونش تقيله وكمان الزيت بيديها قرمشه وتوريقه حلوه جدا جدا. اهم حاجه خلي بس الحليب دافي عشان لما نضيف السمنه والزيت ما يتجمدش ما يكونش خارج من التلاجة. قلبي بقى التشريبه التحفه دي. انا ما بضيفش عليها سكر عشان ما تكونش محليه زياده عن اللزوم. برضو ما ينفعش ان انا اضيف الكميه كلها على الصينيه. لازم تجيبي معلقه او كبشه توزعي بيها على كل جزء في الصينيه. في الجلاش لازم يتشرب من التشريبه دي كويس قوي. هضغط بس من على الجوانب اساوي لكن مش من نص القالب. هنسويها بقى على فرن سخن ونشوف شكلها بعد السوا. خلاص استوت. هتقعد معاكي من تلت لنص ساعة كده بالتقريب. أول لما تبدأ الطروف تاخد اللون الذهبي هتقفلي على الفرن وطلعي على الشواية دقيقتين تاخد نفس اللون. ما تتكيش عليها أبدا. اسقيها بقى كده بالشربات بارد وهي سخنة. وزعي الشربات واهتمي بالطروف بتاعتها كويس قوي. الكميه بقى اللي تحبيها، حابه تزودي او تقللي زي ما تحبي. اهم حاجه امسكي القالب وحركي الشربات فيها كده عشان يوصل لنهايه الجلاش. انا الحقيقه بحب اقطعها كده وهي سخنه. بيكون الوش فيه سنه قرمشه والقلب طري. لو بتحبي كمان الوش يكون طري زي القلب غطيها بستريتش نص ساعه او بفويل هتلاقيها بقت حاجه عظمه. قطعتها وسلكتها كده من الجوانب. وتعالوا بقى نشوف القطعة من جوه عاملة ازاي. شايفين السمك مظبوط قوي. لو كانت اعلى من كده هتلاقوها معجنة من القلب. والطريقة دي عن عدة تجارب يا جماعة افضل طريقة جربتها للجلاش السريع. الطريقة دي القلب من جوه مستوي مش معجن. تسوية واحدة من النهاية ومن الوجه واخد اللون الذهبي الجميل. جربوها بألف هنا. فعلا طعمها خطير وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت أبدا. حاجة حلوة سريعة تقدري تعمليها بعد الفطار على طول وتتاكل سخنة. شايفين التوريقة يا جماعة اللي من القلب ولا معجن ولا أي حاجة. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو او بقى تنسونا في لايك وشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. شايفين التسوية الجميلة من النهاية ومن الوجه. ان شاء الله متأكدة لما تجربوها تعجبكم. مستنية تعليقاتكم اللي بتسعدني وتطبيقاتكم. انتظروني في حلقات جاية كتير وباي باي.